الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، نخلد اليوم ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة التي شكلت مرحلة فاصلة على درب تحقيق الاستقلال، كما جسدت عمق روابط المحبة والتعلق بين ملك فضل المنفى على المساومة بوحدة الوطن وسيادته، وشعب قدم تضحيات جسيمة من أجل عودة ملكه الشرعي واسترجاع الحرية والكرامة. وبنفس روح التضحية والتضامن تم استكمال الوحدة الترابية واسترجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة. شعبي العزيز، لقد تمكنا خلال السنوات الأخيرة من تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية الصحراء. وهكذا عبرت العديد من الدول الوازنة عن دعمها وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. فقد شكل الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية حافزا حقيقي لا يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر بالظرفيات. كما نسمم الموفق الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته، وقد أسس هذا الموقف الإيجابي لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية لا تتأثر بالظروف الإقليمية ولا بالتطورات السياسية الداخلية. وإن الموقف البناء من مبادرة الحكم الذاتي لمجموعة من الدول الأوروبية منها ألمانيا وهولندا والبرتغال وصربيا وهنغاريا وقبرص ورومانيا سيساهم في فتح صفحة جديدة في علاقات الثقة وتعزيز الشراكة النوعية مع هذه البلدان الصديقة. وبموازاة مع هذا الدعم قامت حوالي 30 دولة بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية تجسيدا لدعمها الصريح للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء. ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن نجدد عبارات التقدير لإخواننا ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة وخاصة الأردن والبحرين والإمارات وجيبوتي وجزر القمر التي فتحت قنصليات بالعيون والدخلة. كما نشكر باقي الدول العربية التي أكدت باستمرار دعمها لمغربية الصحراء وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن. ونود هنا أن نعبر أيضا عن اعتزازنا بمواقف أشقائنا الأفارقة، حيث قامت حوالي 40% من الدول الإفريقية تنتمي ل5 مجموعات جهوية بفتح قنصليات في العيون والدخلة. وتشمل هذه الدينامية أيضا دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي
حيث قامت العديد منها بفتح قنصليات في الصحراء المغربية. وقررت دول أخرى توسيع نطاق اختصاصها القنصلي ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأمام هذه التطورات الإيجابية التي تهم دولا من مختلف القارات، أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاح الشراكات. لذا ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل. شعبي العزيز، يبقى حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء ووحدة الجبهة الداخلية والتابعة الشاملة لكل المغاربة أينما كانوا للتصدي لمناورات الأعداء. ولا يفوتني هنا أن أوجه تحية إشادة وتقدير لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية من مختلف المنابر والمواقع التي يتواجدون بها. والمغرب والحمد لله يملك جالية تقدر بحوالي 5 ملايين، إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج في كل أنحاء العالم. ويشكل مغاربة العالم حالة خاصة في هذا المجال نظرا لارتباطهم القوي بالوطن وتعلقهم بمقدساته وحرصهم على خدمة مصالحه العليا رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم. ذلك أن قوة الروابط الإنسانية والاعتزاز بالانتماء للمغرب لا يقتصر فقط على الجيل الأول من المهاجرين، وإنما يتوارث جيل عن جيل ليصل إلى الجيلين الثالث والرابع. ولكن في المقابل لا بد أن نتساءل باستمرار: ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي والسياسات العمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة والظروف المناسبة لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟ صحيح أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لضمان حسن استقبال مغاربة العالم، ولكن ذلك لا يكفي، لأن العديد منهم مع الأسف ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية وإطلاق مشاريعهم، وهو ما تعين معالجته، إما فيما يتعلق بإشراك الجالية في مسار التنمية والذي يحظى بكامل اهتمامنا، فإن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب أو عبر مختلف أنواع الشراكات والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة. فالجالية المغربية بالخارج معروفة بتوفرها على كفاءات عالمية في مختلف المجالات العملية العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضة وغيرها، وهذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا. وقد حان الوقت لتمكينها من المواكبة الضرورية والظروف والإمكانات لتعطي أفضل ما لديها لصالح البلاد وتنميتها. لذا نشدد على ضرورة إقامة علاقات هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية بالخارج بما في ذلك المغاربة اليهود، كما ندعو لإحداث آلية خاصة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعم مبادراتها ومشاريعها، وهو ما سيمكن من التعرف عليها والتواصل معها باستمرار وتعريفها بمؤهلات وطنها بما في ذلك دينامية التنمية والاستثمار. وهنا نجدد الدعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة
المقيمين بالخارج للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد. ومن جهتها فإن المؤسسات العمومية وقطاع المال والأعمال الوطني مطالبون بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية، وذلك باعتماد آلية فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة بما يعود بالنفع على الجميع. وفي الأخير وبالنظر للتطلعات المتجددة لمغاربة العالم، فقد حان الوقت لتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي الخاص بهذه الفئة العزيزة من المواطنين. ويجب إعادة النظر في نموذج الحكامة الخاص بالمؤسسات الموجودة وقصد الرفع من نجاعتها وتكاملها. شعبي العزيز، إن روح ثورة 20 غشت الخالدة بما تحمله من معاني التضحية والتضامن والوفاء في سبيل الوطن ستبقى تنير طريقنا وتلهم الأجيال المتعاقبة في ظل الوحدة الوطنية والترابية والأمن والاستقرار، وفي ذلك خير وفاء لرواد المقاومة والتحرير، وفي مقدمتهم سيدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والدنا المدعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواهما وكل شهداء الوطن الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي. Di una associazione del nostro territorio, l'associazione Alleanza Democratica Marocchina, che qui oggi è rappresentata dal signor Tulucci Abderrahim, e poi divenuta iniziativa di partecipazione e collaborazione da parte di altre istituzioni e associazioni del nostro territorio. Importantissima la presenza qui oggi del Presidente del Tribunale e della giudice dottoressa Anna Maria Casadonte, sempre del nostro Tribunale. C'è una collaborazione e patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, e passando ancora alle associazioni, la collaborazione del Forum delle Donne Giuriste, della Fondazione del Comune di Reggio, Centro Interculturale Mondo Insieme, nonché dell'Associazione di Genere Non da Sola, che è ben conosciuta nella nostra città. Il saluto di una amministratrice deve sempre avere, o meno sperabilmente avere, una finalità certo di accoglienza della comunità, che in questo caso è anche numerosa, ma deve avere anche un indirizzo di senso. Allora io vorrei partire rispetto all'indirizzo di senso dal luogo dove ci troviamo e dove accogliamo questa iniziativa. Lo dico soprattutto per le ospiti e gli ospiti che oggi abbiamo e che non sono nostri concittadini e concittadine. Sala Tricolore è un luogo importante per tutta la nostra comunità nazionale. Qui nasce nel 1797, esattamente il 7 gennaio,
il tricolore. Pochissimi riferimenti storici. Questa è una sala costruita per volontà dell'allora. Come il re del Marocco ha dato l'opportunità, il re del Marocco proprio, che ha dato in considerazione alla comunità marocchina residenti nel mondo, di collaborare sulla politica arabe. Abbiamo creato l'Alleanza Democratica delle Associazioni Marocchine in Italia, Europa, America del Nord. Il nostro ruolo è relazioni bilaterali, comunicazione, collocamento, cultura, integrazione, documentazione, sport, reportage. Il primo frutto che il nostro governo ha appunto la nostra idea, nel 2008 che abbiamo partecipato alla festa della fidelità del re, abbiamo presentato la città del tricolore, avevamo il sovraarticolo che si chiama il tricolore davanti al re del Marocco. La zona stazione è stata una zona che abitano tanti immigranti, soprattutto in Marocco. Abbiamo fatto un appello perché c'è un finanziamento del nostro ministro, abbiamo chiesto all'ex assessore di contattare il ministro e anche l'ambasciata veramente hanno finanziato. Il primo paese che ha collaborato per l'integrazione è stato il Regno del Marocco. L'anno scorso, il 19 aprile, all'iniziativa che abbiamo fatto con l'assessore, ex assessore Maramonti, con il sindaco di Rio e oggi il nuovo assessore con il sindaco locale, abbiamo detto che noi siamo disponibili e possiamo essere da facciatori tramite il Marocco e l'Italia, non solo sulla cultura o sociale, anche a livello economico. Lo abbiamo un rapporto anche per sviluppare la tecnologia, per portare. Ragazzi, un applauso alle ragazzi che partecipano alla maratona di Reggio Emilia domani. Sono venuti del Marocco. L'altro dove? تمام بخير الحمد لله الحمد لله. الوفد المغربي من الدار البيضاء Casablanca. Domani partecipano alla maratona di Reggio Emilia. Reggio Emilia pour les handicapés. C'è anche un campione olimpico con loro di Capel. Grazie. Dove l'altra? Grande! Vai, porta! خريطة قلبها الخريطة المغرب قلبها هذا العلم الحمد لله عبد الصمد كامبيون اولمبيكو عبد الصمد دمي صباح بخير فورم الحمد لله بارك فيك مروكو حطنا صافي حطنا dove l'altro? L'akhar fino هو هم جايين الآن تشاهدون الوفد المغربي الذي سيمثل المغرب بالماراثون domani partecipano alla maratona di Reggio Emilia, sono del Marocco, di Casablanca. Grazie. كنشكروا الاخ عبد الرحيم اللي قام بهذا الاستقبال ديالنا حنا في المطار بولونيا، والسي عبد الرحيم راه غني عن التعريف، هو الحي محمدي يعني خبير بالعمل الجمعوي والعمل الفعال للاشخاص المعاقين. Sto ringraziare l'associazione Club King Marocco in Emilia Romagna che hanno dato questa opportunità. C'è Mustafa che partecipa alla maratona di Reggio Emilia. Wasif, Wasif. Domani partecipano alla maratona di Reggio Emilia. Fino al battle olimpi. Il campione olimpico è quello là.
مرحبا. هذا البحر المتوسط، البحر المتوسط، البحر المتوسط، ميديترانيو. هذا بطل عربي افريقي اليونان، بطل عربي افريقي اليونان. كامبيوني عربي دي Grecia. Voilà. No, stanno abbandonando. Ok, sono disabili. Capite? Disabili, piano. Disabili, piano. Scusa mamma mia del fermadino. Scusa mamma mia del fermadino. Grazie a tutti. عبد الرحيم ولو كلمة الله يحفظك، كلمة واحدة. عبد الرحيم مولودي التحالف الديمقراطي لبعض الجمعيات المغربيه باوروبا وامريكا الشماليه ورئيس النادي الملكي للجهه الماليه رومانيا كلوب كيف ماروكو. استدعينا العدائين ذوي الاحتياجات الخاصه ليمثلون المغرب وحققوا نتائج جيده مشرفه مع العدائين المغاربه كذلك ذو اللياقه البدنيه العاليه. فهنيئا للجاليه المغربيه اولا بريد على هذا الدعوه لتشريف المملكه المغربيه طنجة الكبيره، والفضل يرجع الى الجاليه المغربيه بريد نساء ورجالا واطفالا الذين يحبون بلدهم ومملكتهم وشعبهم. ونودعكم وتابعونا على صفحه الفيسبوك او الواتساب عبد الرحيم مولودي، والى اللقاء. وكنشكروا الاخ محمد عاتي من ريتشو ميديا فنان، وغادي تشوفوا توا لي الامور الكواليس. السلام عليكم، معكم محمد كاتي. كنتسبب بهذا السيد عبد الرحيم اللي كيحرق واحد الانجاز صراحه كثيره من يعني كيساعد بزاف الجاليه المغربيه اللي مقيمين بالخارج. كنشكروه من باب. كنشكروك سي محمد، نشكروك بزاف. النقطه الاخرى قال لي عندي كروسه قديمه عا كيسولوا على الاستوديو. Una parola per gli atleti che la prima volta che partecipano in Italia. Per gli atleti, per loro? Sì. Bravissimi, sono stati molto bravi. Bravo, insomma, una parola, un arabo francese per Federico. الحمد لله. حنا كنشكروا الاخ الكريم انه جا تا وشارك معنا في هذا الماراثون، وكنشوفوا انه عنده الماتيريال من اروع ومن احدث يعني الكراسي المتحركه ديال الالعاب القوى ديال الاشخاص. معكم هشام سمو من الحي المحمدي، شرف اولا المملكه المغربيه والحي المحمدي بالديار ايطاليا مدينه ريجو بدعوه من كلوب كينغ ماروكو إن إيميليا رومانيا. جراتسيا. وفي هذه الأثناء يسلم الكأس اتحاد الإيطالي الرياضة للجميع، مباراة تورنيو خاص
أبطال الهواة 5 كلوب كينج ماروكو in Emilia Romagna, che ha vinto questa gara il torneo della Coppa che sarà la qualificazione a Rimini. فبهذه الأثناء انتصر فريق كلوب كينج ماروكو بإيميليا رومانيا، فاز بالكأس، وإن شاء الله سيشاركون في الوطن a Mittelbuir in 37-33 circa, quindi una grande vittoria, ha veramente messo così nell'ultimo giro, ha messo KO il suo avversario, bravissimo peraltro, Hamid El Guardite, 37-48 per lui, circa sono sempre tempi ufficiosi ovviamente, quindi 37-33 abbiamo previsto 37-30 prima, insomma sbagliato di circa 3 secondi. كما تشاهدون الآن انتصار العدائين المغاربة المرموقين في السباق على الطريق لفيتشيتا إباتشي. كالمعتاد دائما العداء المغاربة في الصفوف الأمامية إنهم عمال وكذلك رياضيون مرموقون، كما تشاهدون الشاب العداء الصغير حميد دقوير ومعزن، وهنيئا للجالية المغربية بريجو ميديا، وشكرا. حميد السلامة. تشاهدوا حميد البطل كذلك منتدى وحمى اخوتي هيا بالعلا سيا بالجسد حببتا لبردا هي في العلا سعيا بالشعر الله الوطن الفريق يا شباب كيف المغاك Saluto! Oh ragazzi, siamo qui, siamo scout del quartiere, scout MRD, come abbiamo dato la promessa e come abbiamo scritto al giornale, il nostro compito di dare cura al nostro quartiere, anche mettiamo un gruppo per fare di partite di calcio, di sport, di scambio culturale, scambio di idee, per il bene del quartiere. Perché cosa si parla di YouTube? Cosa si parla? Ho detto l'altra volta lui, si parla di criminalità. Allora noi oggi questo spazio che sarà al futuro sarà il nostro spazio di scout, che facciamo, portiamo l'acqua dal nostro ufficio, mettiamo di tavole, così ci troviamo come un campo festivo, e mettiamo anche TV, con noi c'è anche il maestro Absamat che inizia a voi di imparare la percussione, Absamat materiale, perché lui suonava il Cambrai serve un gruppo lui che suonano percussioni, le altre mettono i tradizionali, come allora quello è il Karapap. Dopo facciamo il corso di percussione e quelle sono le percussioni, sono il Saluto!
Adesso iniziamo a pulire, come abbiamo promesso, il nostro spazio. Iniziamo di qua. Dammi il borsino. Andiamo di qua, vieni qua, vieni qua. Ragazzi, Troppo avanti. بوتا 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 ما انت حتى فوق الحديده مثل حتى واحد كذا حتى فوق الحديد. Saluto! Ora! Ora! Troppo! Noi siamo a sede di Club Kick Marocco Scoutismo di MRE e MRI del quartiere zona stazioni via Turri. Nostro obiettivo di trovare insieme, fare rincontrare i giovani per creare un'area di collaborazione, di creatività, di dignità, di coraggio, di scambio culturale, calcio, sport, più vari generi di sport. Come noi il primo passo che abbiamo stato incontrato, abbiamo incontrato l'assessore, abbiamo parlato di stata in compagnia di me, Rabia e Salim, hanno parlato portavoce di giovani, hanno parlato di difficoltà del quartiere, il problema del quartiere che il campo è sempre chiuso, abbiamo parlato della prostituzione, abbiamo parlato della sporchezza e noi siamo una squadra per curare questo quartiere. Chi ha qualche parola vuoi parlare per dire qualcosa? Salim, di qualcosa. Cercheremo di migliorare la nostra via, pulendola e accudendola. Mehdi? Lavoriamo insieme e cercheremo di fare tutto il massimo per questo quartiere. أيوب ونهرب. المقر التحالف الديمقراطي الجمعيات وكذلك تشكيلة مغاربة العالم. نبلغ لكم تحياتي ورمضان مبارك سعيد عليكم جميعا. كشكر السيد عبد الرحيم منجي رئيس كشفية مغاربة العالم على هذه الوجبة في لقاء الأصدقاء. المشكل اللي كنعانيو الآن كانوا الأصدقاء ديالنا أعضاء الكشفية من ناحية النظافة، كذلك الملاعب غير متوفر للأصدقاء هادو، عدة مشاكل كنعانيو بها. اضطرينا ناخذ واحد اللقاء مع السيد نائب العمدة وحاولنا نناقشوا معه الأسباب واقتراحات. الحمد لله تم التوفيق ونتمنى من الله عز وجل ربيع con italiano. Siamo andati dal vice sindaco, abbiamo parlato delle difficoltà che abbiamo in questa via, della difficoltà del campo sintetico che non c'è spazio per giocare, della prostituzione che c'è in via Turri, delle donne cinesi. E abbiamo parlato anche della sporcizia che ci sono nei giardini dei domicili, che noi come squadra li ripuliamo e teniamo sempre pulita la nostra via e la nostra città. Do la parola a Yassin. تحياتي الجالية المغربية اللي كاينة بإيطاليا، وتحياتي خاصة للسي عبد الرحيم اللي مكلف بالجمعية ومكلف بالدراري هادو، وهي تيساندنا بزاف وتيعاوننا وتنتمناو نزيدو لقدام. شكرا. أحسن وقت. Tu in italiano. Terremo conto dei problemi che ci sono in questo quartiere per migliorare il degrado. Per migliorare piano piano il degrado. Sì. E ci troviamo con dignità
e chiediamo un spazio, un diritto dove le ragazze sfogano, fanno un po' di sport, perché lo sport fa parte della comunicazione. La comunicazione è la ricchezza dell'anima. Parola? Cercheremo di migliorare i viatori, così avrà una nuova mentalità le persone, perché quando viatori qualcuno ci pensa alla droga e alle persone cattive. Esatto. Grazie a che in Marocco miglioreremo la zona e anche le persone cosa penseranno della zona. Però come noi adulti, guarda lì abbiamo portato la coppa perché noi vogliamo far giocare la squadra reggiana a questo quartiere, come ha detto il mio collega, che qualcuno qui sentiva viatori, sentiva la criminalità. Nella realtà, guarda, sono di belle giovani che studiano, che hanno voglia di fare sport, che hanno voglia di cambiare la città, il corpo della città, tutto il corpo di città, perché la zona stazioni fa parte di un organo della città. Se un organo soffre tutta la città. Come noi abbiamo portato la coppa, noi il flambeau, l'eredità lo daremo ai giovani, che loro inshallah al futuro saranno loro che presentano il quartiere e portano di coppa e anche voi sapete tutti che Reggio Emilia ogni 3 anni organizza il gioco olimpico di giovani tricolore. Noi partecipiamo con la nostra squadra, perché si fa il calcio, si fa un po' di basket, si fa un po' di un'iniziativa internazionale, e noi con il nostro logo, con la nostra volontà partecipiamo a questa cosa. Io do la parola all'Arabia o all'Italiania o c'è guarda كنشكرو جمعية كلوب كيم موروكو جمعية رومانية. برافو احمد، برافو. تحية لدالي اللي شادين الراية ما يديروا والو وبقاو شادين غير الراية. حنا نوقفوا باش نختموا اغوري بور رمضان. حنا دانا الوجبات فطور. اغوري saluto. Un saluto. Secondo. Terzo. Troppo. حنا امام الوزاره المكلفه بالجاليه المغربيه بالخارج كما وعدناكم انا وسي سعيد وسي. حنا غادي ندخلوا دابا يتابعونا المجموعه ديالنا، راها الوزاره، حنا غندخلوا لها دابا. دابا غنضرب التصويره بالله ترجع. بوركينا فاسو، غانا، بوركينا فاسو، لا تونسيا. عيدكم مبارك وسعيد كل معلم بخير. نحن بمدينة ريجيو إيميليا نقل مراسم صلاة عيد الفطر. جعل الله هذا العيد مباركا سعيدا وعلى الأمة المسلمة وعلى جميع من كان مسلما واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. محمد صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى لما قال الاسلام سيعود لبلاد الروم. كما تنظرون الاسلام عاد وسيعود وسيبقى ان شاء الله خالدا الى ان تقوم الساعه. عبد الرحمن الرجيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.